هنعمل مع بعض وصفة البسكوت اللي هتعتمديها طول السنة، مش هتستني عيد علشان تعمليها. زي ما انتوا شايفين كده دايب دوب. يلا نصلي على النبي ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. وزي ما احنا متفقين المقادير هكتبها لكم على الشاشة. هننزل بالسمنة، انا هعمله بسمنة مش هعمله بزبدة، هعمله بتكلفة اقتصادية. هنزل بالسمنة وعليها السكر البودرة، وزي ما انتم متعودين لازم نضرب الكلام ده مع بعضه ضرب كويس لحد ما يديني الفوم اللي انا ببقى محتاجاه. هنزل بالسمنة بتاعتي، اهم حاجة تبقى السمنة بتاعتي ساقعة، تكون ساقعة زي ما انتم شايفين كده في قوامها في الفيديو. وهنزل عليها بالسكر، وطبعا الكلام ده هيتضرب ضرب كويس مع بعضه لحد ما اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. اول ما اضربهم مع بعض وخلاص القوام بتاعهم يتحول لكريمة زي ما احنا متفقين مع بعض، هنزل بالبيض. وبيضة بيضة، تنزلي بالبيض تدريجيا عشان ما يفصلش معاكي. وبعد ما نزلت بالبيض، اللقطة دي كمان ما تصورتش، نزلت ب60 ملي من اللبن اللي هو بما يعادل ربع كوباية، واديتهم ضربة برضو مع بعض خفيفة. ونزلت بالمواد الجافة. طب ايه هي المواد الجافة؟ حطيت كيلو دقيق متشال منه كوباية. طب ليه انا شايلة منه كوباية؟ عشان انا هعمله في الكيس. طب لو انا عايزة اعمله في المكنة هعمل الكيلو كامل. المكنة تمشي على نفس المقادير، الكيلو كامل. الكيس بتشيلي من الكيلو كوباية. انا ليه انا بشيل من الكيلو كوباية؟ عشان انا هعمله في الكيس، فانا عايزاه يعدي معايا من الام. بقية المقادير اللي انا حطيتها مع الدقيق، حطيت نشا، وحطيت بيكنج باودر، وحطيت لبن بودرة. هسيب لكم المقدار بالجرام، وقد ايه يعني بحجم المعلقة. زي ما انتم شايفين طالع معايا من الكيس بكل سهولة. عشان بيني وما بينكم امانة، هو عايز مجهود. عايز مجهود ان انت تقدري تدوسي بايديكي، انت قادرة تعملي الخطوة دي. هاتي الكيس واشتغلي بيه. بيطلع بكل سهولة، بس برضو محتاج ضغط منك. انا بقولك الامانة، التجربة دي انا هكررها تاني؟ لا، انا مش هكرر موضوع الكيس ده تاني، وهعمل نفس المقدار بالمكنة. انا بقولك الحقيقة، وبقولك يعني بمنتهى الصراحة. بمنتهى الصراحة، عايز قوة حتى لو العجينة لينة. اي حد هيقول حاجة غير كده فهو يعني في نظري شخص كذاب. انا هنا البسكوت كان تعبني، فجنبي فرنة، فاخدت الصاجات من الفرنة واشتغلت على طول وسويتها فيه. يعني وفرت على نفسي مجهود السوى، لان هو تعبني جدا في الضغط. ما يغركوش السرعة. هو بيطلع، انتي واثقة في قوة دراعاتك، اشتغلي بالكيس وان شاء الله ما تتعبيش. انا بقولك الصراحة، انا كنت جربت كام واحده سويتهم في فرن البوتاجاز، واتاكدت من طعمه ولونه وشكله، كان اللهم بارك. هو بصراحه البسكوت ما فيهوش ولا غلطه. انا قلت لكم على التركه المتعبه، وهي ممكن تكون لبعض الناس مش متعبه، مش ان انتي ما تعمليهوش، بس انا يعني بحب اقولك الصراحه، وبحب احطك معايا في كل المراحل اللي انا عديت بيها. تسويه بقى كده بالسكينه. حجم البسكوته ما شاء الله، يعني اللهم بارك، جميل. ده شكله بعد ما استوى، كان يا خبر على ريحته وعلى شكله وعلى طعمه. بيدوب دوب كده في الشاي. يعني هتاكلوه في العيد الصبح كده وانتم مبسوطين. النقشة بتاعته مسحتش في الفرن، وده يدل ان العجينة ناجحة 100%. هي محتاجة قوة، بس هي ناجحة 100%. مدياكي مقدار مظبوط، مدياكي جميع التفاصيل وجميع التركات. ولو وصلتي لحد هنا في الفيديو، ما تبخليش عليا باللايك وكومنت حلو. يا ريت ترفعوا الفيديو يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم على خير. جربوا الوصفة، هتعتمدوها في العيد وباقي ايام السنة. يا رب تكونوا استفدتوا اي حاجة حتى لو بسيطة. واشوفكم على خير، مع السلامة.